ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي. واخيرا خلاص البريمير ليج ان شاء الله راجع يوم 11/8 باذن الله، ماتش الافتتاحي بين بيرنلي ومانشستر سيتي، وده الوقت اللي احنا هنبتدي نعمل فيه الفيرست درافت. طبعا انت في الفيرست درافت كده نصايح مبدئيه قبل ما تبتدي وتدخل. خلي بالك الفيرست درافت ده ما بيبقاش غير هو ورقه الشخبطه اللي انت بتمسك فيها كده الفريق بتاعك وتقول مثلا والله انا عايز اجيب كذا وكذا وكذا، وبعدين بتبتدي بقى تبني الفريق على الثلاث او اربع لعيبه اللي انت منشن انك انت هتجيبهم. بتشوف بقى والله انا هشتري دول، لا طب هضطر اتنازل على واحد من الثلاثه ولا من الاربعه الجامدين اللي انا بجيبهم عشان فرقتي تكمل. برضو حاجه كمان لازم اقولها لك قبل ما ندخل في التفاصيل وفي الفيرست درافت، انك انت دي مش تشكيلتي النهائيه، وغالبا ولو انت بتبتدي فيرست درافت انت مش هتحط ان دي تشكيلتك النهائيه، ده يا دوب كده بسم الله الرحمن الرحيم. ده يعني ايه الفيرست درافت؟ لسه انت هتضطر انك انت تبيع لعيبه عشان توازن في مراكز، في لعيبه هتبان اكتر في كلامنا عليها في الحلقات الجايه. فعشان كده بفكرك انك انت تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع حلقاتنا اول ما تنزل، وبفكرك برضو تعمل جوين للليك بتاعنا. هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، وهتلاقيه تحت في الديسكريبشن، وهتلاقي الكويك لينك. اعمل جوين للليك بتاعنا والعب مع يلا فانتسي. عايز اقول لك كده شويه نصايح وانت بتبتدي. والله احنا دلوقتي اهو يا عم هنفتح الويب سايت ونبتدي نختار الفريق بتاعنا. انت وانت بتختار الفريق بتاعك خلي بالك، باكد عليك تاني، انت بتختار مثلا والله انا بقول انا هختار فلان وفلان وفلان، دول الثلاث لعيبه اللي انا لازم او حاطط في دماغي ان انا هحط اللعيبه دي في تشكيلتي. بناء عليه هتبتدي تكون الفريق حوالين الناس دي حاجه. تاني حاجة أنا مش عايزك تتقل من فرقة بعينها، يعني بمعنى ما تحطش 3 لعيبة مثلا من أرسنال و3 لعيبة بقى من مانشستر سيتي واديني 2 من تشيلسي وبعدين نكمل الفريق. خلي بالك إن لو فرقة واحدة من الفرقة دي كلها فورماتها وحشة أنت هتلبس لبسة صعبة جدا. في الأول ولا في الآخر أنت بتحط فريقك في الفيرست درافت إنك أنت بتختار اللعيبة البوبيولر قوي، وما بتحاولش انك انت ترجح كفه فريق عن فريق لحد ما تشوف فورمات اللعيبه دي. خلي بالك اللعيبه دي مثلا ما لعبتش بقالها شهر ونص او شهرين من ساعه ما الموسم انتهى، فوارد ان اللعيبه دي والله فورماتها هتتغير شويه. مثلا اللعيبه السريعه مجهودها في الملعب هيكون اقل، المدافعين في الاول مش هيكونوا مركزين، حاجات من دي. فدايما ما تقلش قوي من فريق واحد لحد ما تعرف والله انا الفريق ده فورمته جامده جدا وعنده ماتشات حلوه، لا حط 3، حط زي ما انت عايز تحط من الفريق ده، بس مش في الاول كده. وخصوصا ان معظمنا بيلجأ ان هو يعمل الوايلد كارد بتاعته بعد 3 او رابع او 5 اسبوع في الدوري، بتكون الى حد ما الرؤيه واضحه. خلينا بقى نبتدي كده، واتكلمنا كتير عن النصايح، خليني بقى اقول لك انا والله تفكيري ماشي ازاي. بص انا مبدئيا من الناس اللي وهي بتحب تحط الفيرست درافت بحب احط فيرست درافت متوازن شويه. عندي 3 لعيبه عايز اجيبهم ولازم اجيبهم في الفريق، هما هالاند وصلاح وساكا. بعد كده بقى هبتدي ابني الفريق على الناس دي زي ما اتكلمت. انت بقى والله عندك مثلا في ناس تقول لك انا عايز هالاند وكين، هنتكلم برضو على تشكيلات اللي فيها مثلا 4 بريميوم وحاجات كده. سيب لي تحت في الكومنتس برضو انت فريق هيكون عباره عن ايه، وخلينا كده نتشاور مع بعض ونشوف ايه احسن تبديلاتنا. خلينا بقى نتكلم شويه عن حراسه المرمى. انا من النوع اللي بيحب ان هو يكون عنده حارسين مرمى، مش اغلى حاجه في الدنيا. يعني انا مش هتلاقيني بروح مثلا اشتري حارس مرمى ب5 مليون و5 ونص و6 والحاجات دي في اول موسم. هختار فابيانسكي ب4.5، وهو اعلى حارس جاب نقط في البرايس رينج دي، هو اكتر واحد يعني جاب نقط السنه اللي فاتت بال4.5 دول. وتاني واحد هو ستيل لو انت بصيت على البوينتس بتاعته مش هتلاقي اعلى حاجه، بس خلي بالك ستيل الحارس الاساسي لبرايتون البيون، وده اللي مشجعني ان انا اختاره. ماتشات برايتون مش وحشه، لا بدايات حلوه كده، في مثلا 3 ماتشات جميله ممكن اروح لستيل. بس خلي بالك ستيل السبب ان هو مش جايب نقط كتير
السنه اللي فاتت لو انت تفتكر ان هو ما كانش الحارس الاساسي في الاول، لا ده كان سانشيز هو الاساسي عليه. خط الدفاع بقى لازم اختار تريبير، لان تريبير اللي شاف الموسم اللي فات عارف ان تريبير هو واحد من اعمده فريق نيوكاسل السنه اللي فاتت. حضر معظم الماتشات، بتتكلم على اكتر من 37 ماتش لعبهم في الدوري. الراجل اسهاماته قويه جدا، وهنتكلم على اسهاماته اكتر ان شاء الله في حلقه اختيارات المدافعين يعني. بس تريبير ده واحد من الاسامي اللي لازم تكون عندي في الفريق، ده ما فيهوش كلام. اللاعب رقم 2 وهو جابرييل خلي بالك لعب كل الماتشات مع ارسنال، وجابرييل والله من الناس الهدافين، يعني هم المدافعين اللي بيطلعوا في الهدات وبيجيبوا اهداف. الراجل عنده 3 اهداف، غير ان ماتشات ارسنال برضو في البدايه مشجعه جدا. ممكن تفكر في جابرييل او حتى حد عموما من الدفاع. ثالث لاعب معانا وهو استوبيان. طبعا استوبيان من احسن الفورمات اللي قدمها في اخر الموسم خالص. كنت بتلاقي الراجل ده بيتقدم كتير مع ديزيربي، بيسجل، بيعمل اسيستات، بيجيب كلين شيتس. راجل بصراحه خطير ولا غبار عليه. اكيد لازم يكون عندي في الفريق. اللاعب رقم 4 هنبتدي بقى نخفف شويه من البادجت يعني، عشان الموضوع كده كتير يعني. تريبير مثلا ب6.5، 5 جابرييل، 5 استوبيان. هشوف بقى اوبشنز اقل شويه في التكلفه زي مثلا بينوك مدافع فريق برنتفورد، اللي برضو مش وحش من حيث الاهداف اللي بيجيبها. الراجل برضو من الناس اللي بتسجل اهداف ب4.5 واساسي، ويعني هيكون مثلا رابع مدافع عندي استعمله بقى لو برنتفورد مثلا بيلعبوا ماتش مثلا مع كريستال بالاس، بيلعبوا فريق صاعد، هيبقى اعتمادي عليه بشكل كبير. اخر واحد وهو يعني هو البنش فيلر، ويمكن نعمل حلقه كمان على البنش فيلرز في الدفاع وخط النص والهجوم، وهو هيكون بيل. خلي بالك بيل لاعب مشهور قوي يعني، حتى انت لو دخلت مثلا عشان تجيب بيل هتلاقي بيل ده اونر شيب مثلا 21%. الناس عارفه بيل كويس، راجل ب4 مليون، مدافع اساسي في فريقه، وب4 مليون يعني ماشي حال، هاته يا عم. ولوتون من الفرق الدفاعيا جيده يعني، جيده، وانا هقول جيده دي عشان هم في الشامبيونشيب ده فيهم 39 جول فقط. هيبقى عاملين ازاي في البريمير ليج؟ والله العلم عند الله. خط النص بقى طبعا اتكلمنا عن ساكا، اتكلمنا على صلاح. انا هروح لراشفورد، بما ان انا يعني واحد مانشستراوي جدا، وراشفورد قدم فورمه استثنائيه، يمكن يكون ده احسن موسم قدمه مع مانشستر يونايتد، بالذات كمان ان خلي بالك الفورمه اللي مسكها راشفورد دي من بعد كاس العالم من الاسبوع ال17 لحد اخر الدوري. كان راشفورد من اكتر اللعيبه اللي جابت نقط، من اكتر اللعيبه اللي سجلت اهداف، فهو هيكون عنصر اساسي عندي في الفريق. اخر بقى 2 في خط النص هعتمد على انسيزو ب5.5، ارخص من ميتوما ب1 مليون. هتقول لي يا شلبي ميتوما ولا انسيزو ولا مش عارف ايه؟ بص، انسيزو كان في اخر الموسم فورمته اعلى بكتير قوي من ميتوما. انت لو انت عايز توفر شويه عن ميتوما روح لانسيزو. راجل برضو له اسهامات تهديفيه، بيشوط شوطات جامده جدا، هو اللي جاب الجول في مانشستر سيتي. اخر واحد طبعا في خط النص هو يعني هيكون لاعب خط نص كده ب5 مليون، مشي حالك يا عمي، وهو نورwood من اعمده فريقه. وخلي بالك انا شايف مثلا نورwood ان هو شويه اوبشن، ممكن استنى منه مثلا اهداف اسيستات مع تحفظ، يعني ان الراجل برضو ايه مش هيعمل قوي لان هو مع فريق صاعد برضو اول عن اخر يعني. بس 5 مليون ولاعب اساسي، وممكن اشوف منه يعني حاجات اهداف او اسيستات، يعني ديل ده مش ديل وحش ابدا، وخصوصا ان 5 مليون ده ممكن تشتري بيه مثلا لاعب خط نص مدافع ومش هتلاقي منه اي حاجه. في خط الهجوم طبعا اول اوبشن وهو هيكون هالاند. اي نعم هو ب14 مليون، بس الراجل ده الهداف التاريخي للبريمير ليج في موسم واحد، اعلى اونر شيب 85%. فانت في اي حال من الاحوال حتى لو انت شايف ان البرايس تاج اللي هو نازل بيه سعره عالي قوي قوي قوي، في الاخر لا انا ولا انت ولا اي حد يقدر ما يجيبوش في فرقته. لاعب رقم 2 وهو هيكون كالفرت لوين.
انا براهن ان يمكن الراجل يصحى شويه بماتشات ايفرتون الحلوه في البدايه. الراجل ده ب6 مليون، خلي بالك كالفرت لوين السنه اللي فاتت كان ب8 مليون عشان كانت فورمته حلوه قوي الموسم اللي قبله، ولكن الموسم اللي فات يعني خلينا نقول كالفرت لوين نايم في العسل. ولكن لو كالفرت لوين صح السنه دي، الراجل ب6 مليون واسيت غير طبيعي. اخر واحد طبعا هيكون يعني مهاجم كده على قد الحال، وهو انداي طبعا من اللعيبه المهمه في فريقها، وهو اول عن اخر مهاجم ب5.5، يعني ماشي الحال. اللي هو برضو ايه، احنا بنزق كده بنكمل الفريق، هيبقى الاعتماد عليه مثلا في ماتشات مثلا ممكن تكون سهله شويه، ماشي ينزل مع فريق مثلا زي وولفرهامبتون، هيلاعب وولفرهامبتون ممكن ازقه يكون اساسي، بس هو لاعب اساسي وب5.5. الراجل في الشامبيونشيب يعني كان مسجل 14 جول وعامل 10 اسيستات، فهو مش ميت قوي. بس وضعه هيكون عامل ازاي في البريمير ليج؟ اظن ان هو لو جاب له 7 اجوال بدل ال14 اللي جابهم السنه اللي فاتت، ده هيكون كتر خير ربنا قوي. دي كانت حلقتنا طبعا، ويلا فانتسي والفيرست درافت. بفكرك طبعا دايما ان الفيرست درافت ده لسه هيتغير كتير. قولي تحت في الكومنتس انت تشكيلتك والفيرست درافت بتاعك هيكون عامل ازاي لبدايه الموسم. وما تنساناش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وتعمل لنا فولو على تويتر وتيك توك وفيسبوك، وتعمل جوين اللينك بتاعنا. تلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، ونشوف ان شاء الله في الحلقه الجايه. ويلا فانتسي.